صباح الفل يا رجاله. سيبنا دي المنطقه اللي انا عايش فيها، الشقه هنا في الدور الخامس، فانا جاي بقى اوريكم النهارده الشقه في روسيا بتبقى عامله ازاي، الايجار بيبقى بكام، الكلام ده كله. فمن غير كلام كتير تعالوا معايا كده نطلع واوريكم التفاصيل كلها. يا جدعان في العماير دي، هي دي المنطقة يا شباب، السكنات كلها شبه جديدة يعني. زي ما انتم شايفين احنا في العمارة دي الدور الخامس. درجة الحرارة النهاردة -20، الجو بص زي الزفت. بصوا بقى المدخل كده، اول بس في الاول بتفتح بس وبعد كده تدخل. طبعا خلاص المقصود ده اللي نازل وواحد اللي طالع. هقابلكوا فوق بقى. بس يا جدعان كده احنا دخلنا. اول ما بتدخل هنا بيبقى في كورنر للجواكت واللبس والكلام ده كله، وهنا دي اوضه، وهنا ده المطبخ، على يميني هنا الحمام. هي الشقه كده صغيره خالص يعني. بس فنبدا بايه 1 2 3 نبدا بالاوضه. بس بندخل الاوضه كده زي ما انتم شايفين. انا مصور لكم برده بالكاميرا بس عشان تشوفوا الدنيا. في هنا مكتب مالكوش دعوه بالكان اللي موجود ده، ولا فالنتينو. ايوه انت بتتضرب وانت نايم. المهم هنا مكتب، هنا ده سرير زي سرير كده، وهنا الشاشه، هنا دي بقى العشق دي، ببقى قاعد هنا دايما كده منتج واصور واعمل كل حاجه. وانا برضه اوريك الفيو من هنا، دي احنا حاطينها عشان الستاره دي بايظه. بصوا الفيو عامل ازاي. العربيه هناك ايه، الناس اللي متابعه من الاول عارفاها. نقفل عشان انا اتلجت. بس زي ما انتم شايفين دي الشاشه زي ما قلت لكم، وهنا المكتب، ودي الاوضه، دي الاوضه اللي عامه بننام فيها. ندخل بقى على الحمام. ده الحمام اكتر مكان بحبه في الشقه. هنا بانيو، وانا اهو يا رجاله. هنا الحوض، تواليت طبعا. طبعا مفيش شطافه نيتو. اين الشطافه؟ الصنبور، خرطوم المياه. بس وهنا الغساله اهي. طبعا هنا ايه الكريمات بقى والاستشوار والكلام ده كله. ده الحمام، ايه رايكم فيه؟ شايفين النظافه؟ كده احنا شفنا الاوضه وشفنا ايه الحمام. ندخل بقى على المطبخ. زي ما انتم شايفين ده المطبخ، ثلاجه، ميكروويف، بوتاجاز، حوض، كل حاجه يا جدعان عاديه. بس زي ما انتم شايفين اوريكم بقى. انا احب التفاصيل، انا عارفكم اللي عايز يشوف التفاصيل. بصوا ما فيهاش اي حاجه. غدانا يا اخواتي بعد الشغل. عندنا خس وما فيش. بص كلها صوصات، صوصات بس. يعني الواحد عايز شطه من مصر بنستعمل ده لحد ما ربنا يفرجها. واحد حاطط لي مرهم هنا مش عارف ايه ده، بس بيض. احنا عايشين على البيض هنا في روسيا يا جدعان، ورب تكون. وحاجه ليكوا بقى، ده اسمه هالوبينو، فلفل كده حراق، ده عشق برضو. بص شويه طماطم على خيار، ده اللي عندنا. في فراخ هنا برضو، وربنا ما عارف انا بوريكم الحاجات دي ليه، بس يلا انتوا اخواتي. بصوا بقى، ساعات لما بتاخد شقه من حد بيكون عاطيلك يعني ايه، زي سايب لك مثلا كام كوبايه على كام طبق على الكلام ده كله. بس فاحنا في حاجات جايبينها عاملين، وفي حاجات برضو ايه كانت موجوده يعني وكده. بس ده المطبخ. طبعا في ترابيزه هنا نقعد برضو عليها. حاجه بقى قبل ما انساها هوريها لكم. بصوا دي مكنسه كهربائيه تشتغل لوحدها. انا بس بشغلها وهي ايه بتكنس لوحدها. اثباتي هنا. بس هنا بقى البلكونه، اوريكم برضو الفيو انها هتلج. بس يلا. وممنوع تشرب سجاير في الشقه وكده. انا عايز بتشرب في البلكونه يعني، ده لو انت بتشرب يعني، دي حاجه ليك. بص الفيو ده، فيو الشقه يا جدعان. نرجع تاني عشان اتلجت. ده الفيو برضه يا جدعان بس من الجنب التاني. بس يا جدعان زي ما انتوا شفتوا. بس هنا بقى اوريكم حاجه، راوتر يا جدعان برضو. وده الناس اللي مش فاهمه ايه ده اللي هو لما بيبقى جاي لك جوست، او اللي هو يعني ايه ضيف جاي لك وكده، بيرن عليك فانت بترد عليه من هنا وبتفتح له يعني. يلا والله انا مش حابب اوريكم حاجات اصلا مالهاش لازمه، بس يلا عادي. تعالى بقى اقعد بقى اكل الاول، وبعد كده اقعد واكلمكم في كذا حاجه. انا جوعت بصراحه يا شباب، فانا حاطط مكرونه في الميكروويف فايه خلصت اهي. هاكل كده وارجع بقى اقول لكم ايه التريكات اللي تأجر شقه حلوه وتلاقيها فين وكل الكلام ده كله. فتابعوا معايا الفيديو للاخر. كلنا وشربنا وظبطنا دنيتنا.
تعال بقول لك المعلومات المهمه. مبدئيا كده هتكلم في 3 نقط دلوقتي كده باختصار. اول حاجه ازاي تأجر الشقه اللي احنا واخدينها دي، واخدينها بكام لو انت لسه جاي تعيش في شقه ولا تعيش في سكن. مبدئيا كده ازاي تأجر، الموضوع بسيط جدا، الموضوع بس مختلف شويه عن ضمان العربيه. طبعا احنا في ضمان العربيه ممكن تسال مثلا بواب، تسال حد تعرفه، الكلام ده كله. الموضوع هنا كله نت من الاخر بموبايلك، تدخل على برنامج هسيبه لك في الديسكربشن اسمه افيتا. البرنامج ده بيبقى عليه كل حاجه حرفيا، اي حاجه انت تتخيلها في روسيا هتلاقي على البرنامج ده، وفي كل المدن في كل روسيا كلها. ده البرنامج اللي ايه تأجر من عليه. تدخل بقى تكتب بقى تترجم لو انت ما تعرفش تأجير شقق، هيظهر لك شقق كتير. انت بقى ايه بتحدد انت عايزها بكام، عايزها في انهي ريون اللي هي المنطقه، كام واحد يعيش فيها، عايز اللي هو يكون متاح ان انت يعيش معاك حيوانات اليفه والكلام ده كله بيبقى موجود. بتدخل وبيبقى سايب لك في الوصف بتاع الشقه وكده كل حاجه حرفيا تخص الشقه، فانت ترجم وتواصل معاه وعرفه ان انت عربي، ان في مدن حرفيا المدينه اللي انا فيها دي صعب ان انت تلاقي فيها شقه. انا هسيب الشقه دي قريب بدور على شقه ثانيه، والله لحد دلوقتي ما لقيتش شقه، بقالي اسبوع بدور. فانت ايه عادي لو ما لقيتش دور بس كده واسال. وفي سمسارات هنا برضه يا جدعان ممكن تديها 1000 روبل 2000 روبل وتشوف لك شقه. ده بالنسبه ازاي تلاقي الشقه. لو انت هنا جاي على المدينه دي ومش عارف تجيب شقه كلمنا، هبعت لك كذا رقم سمساره والكلام ده كله. الشقه اللي احنا فيها دي واخدينها بكام عشان عارف انتوا عايزين. الشقه اللي احنا واخدينها دي واخدينها ب 30000 روبل. 30000 روبل يعني كام دولار او كام يورو؟ يعني حوالي 300 دولار او 300 يورو. احنا عايشين فيها كام؟ احنا ساعات يعني ايه الاساسي انا وساعات بزياده لو انتوا تعرفوه عشان هو بيطلع على طول معايا في الفيديوهات، طلع معايا في الفيديو اللي فات. فاحنا عايشين 3 يعتبر. بنقسم ازاي الفلوس برضه عشان تبقوا عارفين، بنقسمها علينا احنا الثلاثه. يعني مثلا لو 30000 روبل كل واحد 10000 فبنقسمها علينا، و30000 روبل بخدمات الشقه، الكهرباء والنت والميه، كل ده في ال 30000. فانا شايفها مناسبه لينا لان الشقه برضه مش بعيده عن السنتر وايه قريبه من الجامعات بتاعتنا وكده، فكويسه وشقه جديده زي ما انتم شايفين. ده بالنسبه للشقه احنا واخدينها بكام. تعالى بقى اقول لك على كام تركايه لو انت ايه حابب ان انت تقعد في شقه ما تقعدش في سكن جامعي. مبدئيا لو انت طالب ولسه جاي خليك في سكن جامعي. هتقول لي ليه؟ اقول لك ان انت لسه جاي مش فاهم الدنيا، صعب ان انت تلاقي شقه، اللغه بتاعتك هتبقى ضعيفه جدا، فانت خليك في سكن جامعي هتستفاد، تلاقي معاك روس تعرف تتعامل. في سكنات جامعيه في المدينه اللي انا فيها حرفيا سكن الاوراق الفيدراليه افضل سكن في روسيا كلها، وهعمل عليه فيديو حرفيا. ده مش سكن، عايز اقول لك السكن بتاع الفيدراليه احسن من الشقه دي. يعني انا عندي كنت بقعد هناك والله احسن من الشقه دي، وبص بتدخل 24 ساعه والكلام ده كله. فانت خليك في السكن الجامعي لو انت لسه جاي. وزي ما قلت لك اسعار السكنات الجامعيه كده باختصار بتبدا من 10 دولار لحد 30 دولار اللي هو بص ماكسيموم كمان، او اللي هو في الشهر يا جدعان 10 دولار في الشهر و30 دولار في الشهر. والشقه اللي احنا واخدينها دي ب 300 دولار، فرق كبير. فانت لو عايز توفر خليك في سكن جامعي لحد ما تظبط دنيتك في البلد، وبعد كده اقعد في شقه. مش هطول اكتر من كده. الفيديو بتاع النهارده كان من ترشيحاتكم انتوا، فالفيديو ان شاء الله الجاي هيكون برده من التعليقات. هاخد اكتر كومنت هيكون عليه لايكات، او اكتر كومنت هيتكتب عن الموضوع اللي جاي ان شاء الله هتكلم عليه. انا عارف ان انا مقصر جامد الفتره دي في الفيديوهات على اليوتيوب، بس غصب عني والله عندي حياتي وعندي جامعتي وعندي شغلي، وساعات بخلص شغل متاخر فما بعرفش اصور عشان بالليل، ساعات اصلا ما بلاقيش حد يصورني، فغصب عني والله يا شباب. بس الفتره الجايه استنوا فيديوهات تكسر الدنيا. انا ما بقصرش معاكم، والفيديو ده كان من ترشيحاتكم. انا عارف ان انا غايب بقالي فتره عن اليوتيوب، فالريتش عارف عندي ان هو يقع في الفيديو ده، فمنكم كده ليا قوم الفيديو ده لايك كومنت، طير الفيديو صاحبك اللي بيفكر يجي روسيا عشان يبقى عارف الشقق هنا واسعار الشقق بيبقى عامل ازاي، والايجار ازاي، وازاي يلاقي الشقه والكلام ده كله. مش هطول اكتر من كده. لو استفدت بالفيديو لايك كومنت اشتراك لو انت اول مره تشوفني. وانا اسمي مارو، بتكلم عن كل حاجه تخص روسيا حرفيا، مش هسيب حاجه لما اتكلم عليها. في مفاجاه في الفيديوهات الجايه ان في فيز عمل دراسه سياحه مفتوحه مضمونه 100%. فلو انتوا يهمكم الحوار ده اكتبوا لي في الكومنتات. مش هطول اكتر من كده، واستنى الفيديو الجاي.